الوحدة الشاملة. وكل من حارب الوحدة من الشعب يسحب نفسه مع العالية. ينهد الشعب هذا دي سفك دمه وسال. اي والله. حنين حن القلب من كثر النهاد على الشعب هذا دي سفك دمه وسال. اي والله. جابوا لنا نحن قيادة البلد من بعد وحدة رجعونا للقتال. من بعد وحدة رجعونا حن القلب من كثر الاتحاد على الشعب هذا دي سفك دمه وسال. سفك دمه وسال. الحمد لله وحده. جابوا لنا نحن قيادة البلد من بعد وحدة رجعونا للقتال. المشاهدين الكرام، كان لقاءنا هذا اللقاء القصير مع الوالد العزيز الحاج عبد الكريم قاسم الحازمي من منطقة القهرة في مركز الشعيب. لقاء بمناسبة زفاف الأخ العزيز طه ياسين حسين أحمد. في الصباح ألقى بعض القصائد الشعرية، وبإمكان الوالد يعطي لكم جزء من تلك القصائد. الوالد العزيز، متى كان بداية الشعر له؟ وعاد القيادة حقنا في عام كم؟ في 13 يناير قبل 13 يناير 68. قبل 68. جماعة كلام. ايوه. القيادة حقنا أصحابنا. ايوه. يعني ممكن تتذكر. قهوة على الشعب لا يبقى كما لبنان عليه إلا. قهوة على الشعب لا يبقى كما لبنان عليه إلا ويتنقص طواويله. والحب حقه زلج بي داخل المخزن زلتها الطاحنة باقي عشا ليلة. وحرمة الويل زلتها من الحفال لا تتغفوا بالتنك كيلة قفا كيلة. وان قلت خلي شباب البيت بالمجران جاء النامية جاء لها النامية ليلة قفا ليلة. دمه ولحمه زلج للطير والغربان والكاسر عادها بالحيل والسيلة. والشعب من البيت لقى سارها الأركان بيسقطن رواكب لابهن ميلة. والسقف لا يهتجم معلوم واللي يحام والباقي راكبه واثنين قبيلة. بس هذه القصيدة قبل 13 يناير 68. وكانت بداية القصائد الشعرية للوالد العزيز عبد الكريم قاسم الحازمي. الوالد العزيز، ما هي الأغاني أو القصائد الشعرية التي ظلت في الذاكرة وفي بالك وسيرتها في أحداث التي مرت فيها البلاد وبالذات الأحداث الأخيرة؟ يعني ممكن تعطي للمشاهد الكريم بعض من هذه القصائد الشعرية؟ أنا نصحت أصحابنا بعد طلوع الوحدة إلى صنعاء، قلنا لهم الوحدة مش تكون مسرعة في ليلة أو في ليلتين، هذا لا يجوز. وبعدها قالوا لا لازم وحدة. قلنا لا تطلعوا الوحدة هكذا لا مجولة ولا مخضبة ولا محنئة ولا هكذا شلوها شلوه طمع بليل. وبعدها قلت أنا للبيض لما رجع حرقوا من صنعاء من الوحدة. وهي قدر ومصير الشعب اليمني. يعني أساس الشعب اليمني بعد 4 سنوات. بعد 4 سنوات قلنا يا بيض مالك حنق والشعب بعدك موافق، بين لنا بالخبر عاشي معك بالقيادة والوزارة معاليك والحزب والمؤتمر. يفعلوا يوم لما يصبح الدم رايق ويطعموها حمر وجيش وسط اليمن ويعموا راعب وبارك تسمع زبيج المطر. حياك. ولا توحت لك بيت وكنت بقدر وارق من جدي قصفه من جيش صالح وعنت لا تكونوا لواهم ما بيبقون به.
قبلك. هذه المناسبة يعني الأخيرة. نحن قلنا أن الوحدة قدر ومصير الشعب اليمني لا مفر منها. أبدا. أبدا مهما كانت أبدا. المشاكل. وحدة قلنا ما لها مثل أبدا ولا حق ولا مثلها. طيب هل في هناك قصيدة شعرية تعطيها للمشاهد الكريم؟ هناك جواب على الصافعي. ايوه. قلنا له يا صافعي حنب بالوحدة حنب ما ذي تبا منها وما لك من طلاب وحدة بلية من قتبال الذنب قطلع القتاب من بين جناب شيبة مشيبة قبل عظام التبب باقي معها بالجنس مطحن هناك. أيوة. لا من تولد بلا أم وأب مزل يتيمة لابس خس الثياب حتى ولا حتى حمولتها حنب من شاء ربي على ما تبقى شباب. والله بالحيل ماشي بطب انا ظهر من فرجها ولا وغاد. وحده مقال بالحباهب والعنب اما الكبيره على 70 با يخرجوها ناس من وسط المسب تقبل رجال الله يفكون العصاة. حياك الله. حياك الله عجوب. شكرا لك الحاج بالمقابله اللي يلقى معاه الاخ عبد الله. من اجل الوحده. ايوه. حينما قالوا كان انفصل. انا قدمت لهم يعني نصيحه. الصافعي كدا لي جماعه ابيات ولكن انها مش معي هنا. جزء عطانا. ما في معي جزء منها انا بس. اللي تعرفها كذا. كلمه بس. الجواب. ثلاث او اربع كلمات. اللي نعم. هذا انا جاوبت عليه بعدين الجواب جاكم كلها بدعوا الجواب. تمام. تمام. هي مكتوبه هنا عندي بالدكان حقها. تمام. جيب الان حاصل جيب الحاصل. بعدها قلت له على الوحده على الحرب قلت يا صافعي قلت لنت فتحت الشباك. قال لي ما انا فتحت الشباك لا خاب من ذا ولا ذا. راس المال وسط الصندوق بكلم راسي من فوق. من فوق. نعم. قال يستاهل ابي يستاهل بيوكل علينا الجاهل خلاني يوصل بي مندوق بتكلم راسي من فوق. من فوق. قلت ولا انت فتحت الشباك. هذه على حقه. قلت ما انا فتحت الابواب وخرجت وانا يا طراب وحده بصوت العالي بتكلم راسي عالي. نعم بالله. ماشي معانا قوة مدفع براس الكوا كم لا يكون الآلي بتكلم راسي عالي. نعم بالله. الآلي. والخط مستاء اثنين كم لا نحاول 2000 صلاح والجمالي بتكلم راسي عالي. نعم بالله. وللشعيب لازم كلم دقيقه والحب خلوا المخازن خالي بتكلم راسي عالي. شلم جبال حق الجاج حتى محطة القاد ولا حدا خلاني بتكلم راسي عالي. والشرعية راس الحب والطماع بعد الفيك شاي وسكر حالي بتكلم راسي عالي. دعاتكم ما حد لا ولا لقينا ملجا وانا مساكن حالي بتكلم راسي عالي. كنا طلبنا المهلة غلب علي عبد الله رعد وجا سيالي بتكلم راسي عالي. لأن دعي بالوحدة إنه أبوها وحدة بخسر على أمالي بتكلم راسي عالي. نعم بالله. نعم بالله. لجل البقبقة والضباح والمشتقة والنباح تفني بدم الغالي بتكلم راسي عالي. نعم بالله. قد جيت وسط الطالع والحقيقة هو طالع وانتم حميتم ثاني. هذه مثلا. حتى العنن قد سلم ولا سعد تهيب لمستوى بالباري بتكلم راسي عالي. والشيخ والمنصورة قتل